السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات قناة أبو زهرة الزراعية. هنبدأ نتكلم في الحلقة دي يا جماعة عن أخطر مرحلة من وجهة نظري في بتمر بيها شجرة المانجو، وهي مرحلتي التلقيح والإخصاب. التلقيح والإخصاب النهاردة يا جماعة هي، انا ليه بسميها اخطر مرحله؟ لان المرحله دي هي اكتر مرحله احنا بنسعى ليها. هي المرحله الوحيده اللي احنا بنبدا نتعب على طول السنه في خلال ال11 شهر لحين نوصل لشهر 4 عشان نبدا ايه نجنو ثمار المجهود بتاعنا طوال السنه. تمام. اللي هي في المرحله دي زي ما حضراتكم شايفين مرحله التفتح الكامل الشمراخ الزهري. وده اللي هو بعد كده هتخش مرحلة الفرز، وتبدأ الثمرة بقى اللي تثبت، والثمرة اللي هتقع. تمام. أهم حاجة في المرحلة دي يا جماعة، احنا بيواجهنا في 3 أمور كده بتواجهنا في المرحلتين دول، مرحلة التلقيح ومرحلة الأخصاب. يعني ال3 حاجات دول منهم حاجة متعلقة بالشجرة أو بطبيعة تكوين الزهرة نفسها. الزهرة نفسها في المانجا، في شجرة المانجا أو في شمراخ المانجا، الزهرة نفسها دي ليها طبيعة تكوين بتعوق عملية إتمام التلقيح بالشكل السليم، بل ممكن يفشل أو يحدث له فشل، وبالتالي الزهرة تموت وتقع والكلام اللي حضراتكم عارفينه. طيب، ايه طبيعة التكوين بتاعت الزهرة اللي تعوق عملية التلقيح والإخصاب؟ أول حاجة احنا بنتكلم فيها ألا وهي طبيعة التخت بتاع الزهرة. التخت بتاعها التخت الخاص بالزهرة هنا، ده تخت بيبقى منتفخ لأعلى في شكل مقعر كده، فبيبدأ هنا الطلع والمتاع بتاع الزهرة بيبدأ يبقى خارج نطاق البتلات بتاعة الزهرة، وبالتالي الزهرة هنا بتبقى عرضة لأي ظرف جوي، سواء حر سواء برد سواء أمطار سواء رياح، بتبقى عرضة انها تتأثر بسرعة من الأجواء المناخية. وهو ده اللي بيحدث. دايما نقول لك الأجواء غير مواتية للشجرة للتلقيح للإصابة، عشان خاطر النقطة دي. من برضو المشاكل الخاصة بالزهرة هي الغدد الخاصة بإنتاج الرحيق. لما الزهرة بتفتح كده المفروض إنها بتطلع رحيق عشان خاطر تجذب حشرات النحل زي كده. تمام. أو الحشرات بشكل عام زي الدبان أو الكلام ده. فبالتالي هنا الغدد الرحيقية بتاعت الزهرة نفسها إنتاجها ضعيف، فالشجرة ما بتدينيش الرحيق اللي هو اللي مناسب، اللي بيجذب الحشرات، وبالتالي احنا بنلجأ لزيادة الملقحات في المزارع زي ما حضراتكم عارفين. ان كنا بقى بنزود اي نوع من انواع الملقحات اللي حضراتكم كلها عارفينها عشان نساعد الشجرة. طيب انا النهاردة يعني مثلا اتعرضت لظرف مناخي هتأثر ازاي. النهارده لما بتبقى المتاع او الطلع خارج نطاق البتلات، فهنا لو في اي شويه رياح زي اللي جت من 3 ايام كده، احنا النهارده بنصور بتاريخ 14/4، يعني كان من 3 ايام في اجواء حاره جدا، يعني رياح زي رياح الخمسين. الرياح دي كانت شديده جدا، في نفس الوقت كانت محمله بالاتربه. هنا بتبقى الزهره معرضه لاجواء غير طبيعيه، فممكن المبيض نفسه يحصل فيه اي ضرر، وبالتالي يفشل في عمليه الاخصاب بتاعته. يبقى دي كانت مشاكل خاصه بالزهره، وفي مشاكل تانية اخرى، بس الفيديو مش هيسع عشان ما نطولش على حضراتكم. ونخش في العامل التاني، وهو عوامل بتبقى يعني الانسان مننا هو متسبب في فشل عمليه التلقيح والاخصاب. من اهم العوامل دي احنا بنيجي في المرحله دي يا جماعه، اول حاجه المرور داخل المزرعه لازم يكون بحذر. ما ينفعش ان انا اخش او امر باسلوب عشوائي. ما ينفعش ان انا انزل عماله في التوقيت دوت تشتغل عندي في عزيق
وبالتالي تبهدل لي الجذور وتقطع جذور، وفي نفس الوقت تبدأ هتحتك بالشماريخ الزهرية وتهز الشجر والأفرع، وبالتالي هتسقط الزهر. الحاجة التانية، ما ينفعش ان انا ألجأ لرش حشائش. ما ينفعش انا في التوقيت دوت استخدم اي مبيدات حشائش عشان خاطر ما ازودش الاجهاد اللي هو على الجدر، وبالتالي ازود اجهاد على الشجرة فوق الاجهاد اللي هي متعرضه له نتيجة عملية التلقيح والاخصاب اللي بتمر. الحاجة التانية، ما ينفعش ان انا في التوقيت دوت ابدأ ألجأ لرش مبيدات سواء بقى حشرية، سواء فطرية، سواء مثبتات العقد، سواء الحاجات دي كلها ما ينفعش ارشها الا لو انا كنت يعني اولا مؤثر في البرنامج السمادي بتاعي، ولازم ان انا ارش حاجة تساعدني على عملية التلقيح والاخصاب، او ان انا لقيت اصابة جات لي فجأة سواء حشرية بقى أو فطرية، وبالتالي أثرت عليا على عملية التلقيح والإخصاب. هتبهدل لي يعني الإصابة هنا هتبهدل لي، وبالتالي هتأثر على عملية التلقيح والإخصاب. الحاجة التانية إن أنا ما ينفعش إن أنا مثلا يكون عندي مشكلة أنا كنت سبب فيها في عملية التسميد، يعني أنا قصرت في عناصر معينة وعاوز أعوض الشجرة في التوقيت دوت. لو عاوز أعوضها يبقى أعوضها في التسميد الأرضي أفضل ما أعوضها بالرش، لأن أي رش سواء عناصر صغرى، سواء كالسيوم، سواء مبيدات، في المرحلة دي يا جماعة صعب. في المرحلة دي أنت محتاج أي حاجة تساعد الشجرة على إنها تقلل من الاجهادات اللي واقع عليها، في نفس الوقت تستطيع انها تقوم بتثبيت الثمره او الثميرات اللي تم العقد بتاعها على خير. دي عوامل خاصه بالانسان، يعني انا جمعتهم كده في نقطتين عشان ما نطولش الفيديو على حضراتكم، ولكن في عوامل اخرى ممكن الواحد حاليا مش محضر لها، فممكن نكون ناسيها، يعني زي الاسراف في الري، الاسراف في التسميد او الافراط في التسميد. المفروض ان انا ما اعطش، المفروض ان انا ما ازودش ري جامد، الري اثناء فترات الحر، الكلام ده كله المفروض ان انا ابقى واخد بالي منه كويس. طيب في عوامل بقى يعني احنا بنسميها عوامل خارج إرادة الإنسان، والعوامل دي بتبقى زي الظروف اللي جات لنا امبارح. احنا امبارح مثلا حصل أمطار مع رياح، والأمطار دي كانت في صورة قطع ثلجية أو زي تلج، يعني قطع تلج، والقطع دي للأسف أضرارها شديدة في المرحلة دي. ليه؟ لأن القطع التلج هتنزل على، سواء بقى هتنزل على الثمرة اللي عقدت، أو هتنزل على الزهرة اللي لسه ما عقدتش، هتموت. تمام. في نفس الوقت هيبدأ أنا أتأثر ب هيحصل عندي فشل في عملية التلقيح والإخصاب. من الأجواء برضو اللي هي بتأثر علينا الأمطار الغزيرة في المرحلة دي، لأنها بتغسل حبة اللقاح من على المياسم بتاعة المبيض. الحاجة التانية برضو الرياح الشديدة في الوقت ده برضو ليها مشاكلها، إنما الرياح البسيطة لا، الرياح البسيطة أنا محتاجها عشان هتساعدني على عملية التلقيح والإخصاب. تمام. فدي كانت الأمور اللي احنا عاوزين نتكلم فيها، وإن شاء الله في فيديوهات قادمة في شكل وفي في مرحلة بعد مرحلة التلقيح والإخصاب. وكان معكم حسام أبو زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.